هي دكتور محمود الحسيني، أحد خبراء صناعة الدواء في المنطقة ومدير عام بإحدى شركات الأدوية العاملة في السوق السعودي. هيكلمنا عن التحديات والفرص في سوق الدواء المصري. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور محمود، حضرتك اهلا معايا؟ بحضرتك استاذ صفاء، صباح الخير. صباح سامعك يا النور. فندم. أهلا بحضرتك دكتور محمود. اهلا بحضرتك استاذ صفاء، صباح الخير على حضرتك وعلى جميع المشاهدين. دكتور محمود، حضرتك شايف إزاي سوق الدواء المصري النهاردة؟ في البدايه اسمحي لي اشكر حضرتك واشكر فريق عمل البرنامج وقناه النهار على الدعوه الكريمه، شكرا جزيلا. الحقيقه انا كاحد العاملين في القطاع الدوائي تحديدا في مجال التسويق والمبيعات، ومن خلال خبره اكثر من 18 سنه في القطاع الدوائي، اقدر اقول لحضرتك ان سوق الدواء في مصر زي ما حضرتك تفضلتي هو من اكبر ومن اعرف اسواق الادويه في المنطقه كلها. اذا بنتكلم على منطقه الخليج او بنتكلم على القاره الافريقيه. سوق الدواء في مصر بدا فعلا في الثلاثينات من اكثر من 90 سنه، عندنا النهارده اكثر من 170 مصنع، مبيعات تجاوزت 214 مليار جنيه في اخر 12 شهر. في حوالي 300,000 عامل بيشتغلوا بشكل مباشر، وفي زيهم واكثر منهم كمان بكثير بيشتغلوا بشكل غير مباشر في القطاع الدوائي في مصر. عندنا ما شاء الله شركات محليه قويه جدا وشركات دوليه كمان بتشتغل داخل مصر. اذا احنا هنا بنتكلم عن سوق قوي، سوق متطور، وسوق واعي.